بما اننا بدأنا المدارس واللانش بوكس عامل عمايله معانا، بس اللي ما تعرفوش بقى ان اللانش بوكس مصري من ايام اجدادنا القدماء المصريين. وده لان تم اكتشاف ان المصري القديم هو اول واحد مكتشف لفكرة اللانش بوكس. ده كمان كان بيصممها على اشكال مختلفة، يعني مثلا شكل وزة او شكل قطعة لحم. وده لأن كان الهدف الأساسي من الموضوع ده إنه يحافظ على الأكل لفترات طويلة بدون ما يفسد أو يحصل له أي حاجة. وطبعا عقلك الباطن هيقولي انت كل حاجة هتقولي فيها إن القدماء المصريين أول ما نكتشف أي حاجة في العالم. طب ما هو ده فعلا، لأن معظم الحاجات اللي تم اكتشافها كانوا القدماء المصريين متوليين الصدارة في اكتشافها. طب هقولك على حاجة، زور كده المتحف المصري الدور التاني، هتلاقي أشكال اللانش بوكس اللي صممها أجدادنا القدماء المصريين، اللي هو على شكل الوزة أو على شكل قطعة اللحم. طب حاجة تاني، شوف كده هتلاقي فيه تمثال صغير من الخشب بيمثل الموظف المصري أيام قدمائنا المصريين. هتلاقيه شايل على ظهره شنطة، ودي كانت أول شنطة تصمم في العالم، وشايل على إيده اللانش بوكس بتاعه. فلما حد يقولك أنت محدث لانش بوكس، قول له لأ، ده من أيام أجدادنا القدماء المصريين، وإحنا عارفين فكرة اللانش بوكس، يعني الفكرة مصرية أصيلة.